فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرة ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيتي في الحاره بعد ما الونش اتقتل. ايوه يا باشا، ما هم كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهم لما بعتوني الحاره انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. ايه يا حلوين؟ هتقولوا ولا مش هتقولوا؟ والله العظيم عجبك؟ بص بقى يا فتون، هتقولي راشد فين؟ هروحك من هنا وهنبقى حبايب. هتلفي وتدوري، هلبسك قضية قتل الونش. والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو اي واحد يترازل على واحده وبتقتله؟ والله العظيم يا بيه ما اعرف حاجه عن راشد. طب هو امبارح كان عند خالد، انا كرشته. تظاهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا احمد بيه، عمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ اكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن. يا باشا اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وهي. لا يا باشا بص انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسأل راشد على موضوع قتل الونش، بس بصراحة والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسلية اخت فتون، وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايزة اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام، حلو قوي كده.